وفاة سنويا حول العالم بمعدل كل 9 دقائق عندنا حالة وفاة بداء الكلام. 40% منهم أطفال أقل من 15 سنة. أما بالنسبة للجزائر في 2024 سجلنا حوالي أكثر من 214,000 حالة تعرض لخطر داء الكلى، وهذه كانت زيادة بنسبة 17% بالنسبة للعام 2023 اللي سجلنا فيه حوالي 183,540 حالة تعرض للعرض. وللأسف الشديد سجلت وزارة الصحة في العام الماضي 11 حالة وفاة بداء الكلى. البيطري ولاية شف وفرت لنا القسم الفرعي للفلاحة بعين مران 300 جرعة لقاح لداء الكلب، وهذه 300 جرعة تشمل البلدية عين مران هنا في دائرة عين مران، وبلدية توغريت والظهراء كذلك عندهم نسبة من الجرعات. ديما ننظموا برامج للقاح. سنة 2025 راح ننظموا برنامج يبدأ من الأسبوع المقبل بإعلانات سواء في البلديتين عين مران هنفا، وإن شاء الله بربي نزيدوا ثاني بلدية توقيت الكهرباء نديروا إعلانات ليكون برنامج. في الحق الأطباء اللي معنا قدموا الكلمة تاعهم. أنا بغيت نهضر لكم على داء الكلب. كما نعرفوا بمختصر هو مرض فيروسي قاتل في ظهور الأعراض، يعني لو فات كل مرض يجي عندنا ويظهروا فيه الأعراض فالله غالب ما نقدروش نعالجوه. صافي حنايا التأثير تاعنا من خلال هذه الحملات، من خلال هذه الالتفاتة، انه التدخل تاعنا يكون قبل ظهور الأعراض، تقديم العلاج واللقاحات.